الطرف الآخر يقول أنه الخليفة الثاني لم يقتل في 9 من ربيع الأول، واستند وإنما إلى أقوال ابن إدريس الحلي والكثعمي، حتى وصل بهم الحال إلى الكثعمي يقول بمضمون الكلام أنه إجماع أهل السير والتواريخ أن عمر بن الخطاب قتل في 26 من ذي الحجة، وليس يوم من 9 من ربيع الأول. تفضل سماحة الشيخ. طبعا بالنسبة إلى قول ابن إدريس الحلي وحتى الكيفعمي وحتى المفيد ذهب إلى هذا القول، نعم. وأيضا ابن طاووس وأيضا من المعاصرين الخوئي ذهبوا إلى هذا القول. وطبعا كان قولهم مبني على ماذا؟ على التواريخ والسير عند من خالفنا. يعني البعض أحيانا نحن لا نعتمد على أقوالهم. لماذا؟ لأنه الطرف الآخر دائما الأصل أنه ما يأتون به هو التشكيك، إلا إذا وردت قرائن تشير إلى صحة ذلك المنقول عندهم نأخذ به، حفت القرائن جاءت عندنا شواهد، أو رووا فيما يكون ضدهم، لأنه من باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. فإذا جاءوا بشيء ضدهم، هذا بالقطع واليقين أنه لا يأتي أحدهم ويقر على نفسه إلا بالفعل حدثت تلك الحادثة. ففي هذه المسألة هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول أنه في أواخر ذي الحجة هو مقتل عمر بن الخطاب وليس في ربيع، اعتمدوا على السير والتواريخ عند من خالفنا. يعني حتى إذا لاحظنا أن المفيد وحتى الكفعمي أو ابن إدريس أو غيره قالوا أنه جمهور الشيعة، هذا قول المفيد، يزعمون أنه في 9 من ربيع الأول. طبعا هو قال بخلاف هذا القول، ولهذا يعني قال أنهم يزعمون. فلاحظ المفيد يقول جمهور الشيعة يقولون في 9 من ربيع الأول، وهو يذهب إلى خلاف هذا هؤلاء القول علماء بناء لهم على البنان، التواريخ. يشار لهم هؤلاء علماء يشار لهم البنان، يعني الشيخ المفيد والكثعمي وابن إدريس الحلي معروفين كما تعلم سماحة الشيخ، فمستحيل أنه يعتمد على كلام العامة ويترك الخاصة. مو هي لماذا اعتمدوا على كلام العامة؟ لأن قول الخاصة لم يرد عندنا إلا هذه الرواية التي وردت عن نعم. الإمام، وهذه الرواية لماذا لم يعتمدوها؟ أما تعود الأسباب إلى أنه هذه الرواية ما كانت تحت أيديهم، أما تعود الأسباب إلى أنهم عندما نظروا إلى هذه الرواية وجدوا أنه كتب السير والتاريخ، يعني هم عندما نظروا إلى كتب من خالفنا، إلى كتب السير كتب التاريخ، يعني قالوا أنه لا يوجد دافع. يعني أحسن الظن بهذا المنقول الذي عندهم، ما هو الدافع؟ أنه ماذا؟ هؤلاء يكذبون في هكذا قضية. فعندما راجعوا كتبهم وجدوا أنهم ذكروا ماذا؟ أن عمر رحل في أواخر ذي الحجة، فقالوا أنه لا يوجد دافع لأن يكذبوا، وهذه المنقولات متكثرة في كتبهم، فقدموها وأخذوا بها. وطبعا يعني بالطرف الآخر كبار العلماء أيضا قالوا بخلاف هذا القول. يعني الصدوق يقول أنه في 9 من ربيع الأول، الطبري الإمام الاثنى عشر يقول في 9 من ربيع الأول، السيد هاشم البحراني يقول في 9 من ربيع الأول، صاحب الجواهر اللي هو من كبار العلماء سابقا وإلى الآن هو رمز من الرموز يقول في 9 من ربيع الأول، الشيخ حسن الحلي يقول التاسع، المجلسي، نعمة الله الجزاري، المحدث النوري، عباس القم، والشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كان أيضا يميل إلى قولهم، يعني عندما وقف ذهب إلى قول السير وأهل التاريخ أنه في ذي الحجة، لكن بعد ذلك عدل عن هذا القول عندما طلع على هذه الرواية ما كانت بين يديه، فعدل عن قوله. فهؤلاء لماذا ذهبوا إلى القول بذي الحجة؟ لأنه طلعوا على أقوال المؤرخين فأحسنوا الظن، قالوا أنه لا يوجد دافع أو مانع أن يكذبوا في هكذا قضية. لكن هاي مسألة حساسة، مسألة خطرة، أنه لا يمكن أن نعتمد عليهم في هكذا قضايا، خاصة إذا كانت القضايا تعتبر عيد، يعني هي عيد عند الشيعة، فبكل تأكيد أنه المخالفين. وهذا ما قاله العلامة المجلسي. العلامة المجلسي قال أنه لماذا المخالفين ذهبوا إلى ذي الحجة؟ وضعوا أخبارا في ذلك حتى ماذا؟ حتى يخالفوا قول الشيعة، لأن الشيعة كانوا يحتفلون وجعلوا هذا اليوم يوم عيد، فأرادوا أن يبطلوا قول الشيعة ويكذبوا الشيعة، فوضعوا في ذلك أخبار. فنحن لا يمكن أن نأخذ بأقوال العلماء الذين ذهبوا إلى قولهم، خاصة أنه الأئمة أمرونا بمخالفة العامة في خلافهم الرشاد،
خذوا بما خالف العامة، لأن هو في الرواية أنه أمير المؤمنين سئل لماذا أمرنا أن نأخذ بخلاف العامة؟ قال لأن هؤلاء كانوا يسألون الأئمة، فإذا أجابوهم في مسألة وضعوا في ذلك بخلاف قولهم، فإحنا ما نقدر ناخذ بالقول الذي يوافق أخبارهم، خاصة في هكذا مسألة حساسة، فلا بد أن نذهب إلى ذلك القول الأصح أنه في 9 من ربيع الأول.